زمان كنت أظن أن العبادة السهلة والبسيطة اللي ما تحتاج لمجهود بدني أو مادي هي الأذكار فقط، ولكن اليوم اكتشفت معلومة ثانية من أحد الشيوخ الله يجزاه خير، يقول أن العبادات سهلة جدا ولا تحتاج لأي مجهود مادي أو بدني. مثلا عبادة الرضا بما قسمه الله لك أي إن كان، أنه هو الأنسب لك في كل الأحوال، الله يجعلنا من الراضين. ومن العبادات السهلة والبسيطة أيضا عبادة جبر الخواطر اللي المفروض نعيشها مع الناس كلها. قل كلمة حلوة، خلي الإنسان اللي قدامك يبتسم، اجبر خاطر إنسان يجبر الله خاطرك. ومن العبادات اللي المفروض كل المسؤولين يعرفونها عبادة قضاء الحوائج. يوم تكون حاجة الناس عندك اقضي حوائجهم، وإذا ما هي عندك اسعى، عسى الله لا يحرمك الأجر في سعيك، وحاول أنك تقضي حاجة، لأن اللي يقضي حوائج الناس يقضي الله حاجته. ومن العبادات أيضا الكلمة الطيبة. قل كلمة طيبة تراها صدقة، قل كلمة حلوة، لسانك ما بيقول لك شيء ولا بيخطيك إلا بيشهد لك يوم القيامة ويوم الحساب. أما من العبادات اللي تكفينا من المشاكل الكثيرة هي حسن الظن. اترك الباطل لله، أنت ما تدري وش في خاطر الإنسان، فلذلك ظن طيب وابشر بالخير. أما من العبادات الجميلة هي زكاة العلم. إذا واحد سألك عن معلومة قلها له، لا تبخل بها. ليش تبخل بها؟ هذا طال عمرك علم ربي أعطاك إياه، قله، سواء فيه رزق أو فيه خير أو فيه فائدة أو فيه معلومة تفيد بها الناس. التفاؤل والأمل هو من العبادات. يوم تكون متفائل، شخص متفائل، ربي يعطيك على ظنك، إن الله عند ظن عبده به، ظن بخير وابشر بالخير وتفائل يا أخي. ومن العبادات اللي فيها مروة في الدنيا وفي الآخرة أجر عظيم ترك ما لا يعنيك، هو عدم التدخل في أي حاجة وما تخصك. إذا ما يخصك الشيء لا تتدخل فيه، لا تحلل ولا تستفتي ولا تقول فيه شيء ولا تبدأ بسوء الظن. ومن العبادات اللي تحصل فيها أجر وتريح نفسك، لا تدقق في عيوب الناس وتغافل، خلهم اللي مخطي مخطي واللي طيب طيب، وظن في الناس ظن طيب يظنون فيك ظن طيب، ولا تدور عيوب الناس. من تدور عيوب الناس دوروا عيوبك وتغافل. أهم حاجة تعيش ونظرتك عليا، لو ترخي السمع نص الناس هراجة، وياك واحد مسوي فاهم الدنيا حاول تصير أنت ما تفهم ولا حاجة. في كل شيء أجر، والامهال والصبر على الناس أجر عظيم بعد. لا تنسى أنك تمهل وتصبر وتعطي المخطي فرصة مرة ومرتين وثلاث، لهذا إذا خطيت بيعطونك فرصة. والعبادة اللي تحميك من قانون الدنيا والآخرة، الشائعات. إذا سمعت بإشاعة وصلتك في جروب أخبار سيئة، علوم ما هي بصحيحة، تبين منها وخلها توقف عندك، لا تنشرها في كل مكان. والعبادة اللي فيها أجر هي لغة العالم، الابتسامة. ابتسم يا أخوي، ابتسم، ارتاح، استانس، الابتسامة صدقة يا أخوي. ومن الأشياء اللي فيها أجر عظيم إدخال السرور على قلب الناس، وخصوصا اللي حولك، زوجتك، أمك، عيالك، أهلك، إخوانك، لا تنساهم، فرحهم، والأقربون أولى بالمعروف طبعا. وأخيرا عسى الله لا يحرمك الأجر عبادة صلة الأرحام. إذا عندك شيبان خصوصا كبار السن لازم أنك توصلهم، لازم أنك تزورهم، لازم أنك تفرحهم، وصل أرحامك، لا تخليهم. ترى الدنيا هذه مؤقتين فيها وبنروح، ما تدري من يبقى ومن يروح، فلذلك ابدأ بتوصيل أرحامك، وحدد يوم معين لعمامك وأخوالك وأخوانك وكل من يخصونك، وفرحهم بزيارتك.